بسم الآب والابن والروح القدس إله واحد آمين. حكايتنا النهاردة حكاية جميلة عن حكاية القديس كريستوفر اللي حامل المسيح، وهو راجل من رجال القرن الثالث، ونال شهرة كبيرة جدا في وسط أوروبا بسبب كتر معجزاته الحلوة. وهو اتولد سنة 250 ميلاديا، وكان من نسل كنعان، وكان طويل القامة وضخم الجسم، وحتى ملامح وجهه بتحمل العنف والقوة وقسوة القلب. وملامحه المخيفة دي خلته يدرب نفسه على انه يكون مقاتل، لدرجة بتقول الروايات ان كان الملوك عايزين ياخدوه ليكون خادم امين ليهم وينصرهم في المعارك واي حاجة تخصهم. وفضل فعلا هو يدور لغاية لما لقى ملك عظيم واشتغل عنده خادم امين، وصار هو من خدامه الامناء الخاصين بالملك نفسه. واختاروا الملك يكون رجل من رجال الحراس الامبراطوري للمملكة، وده لضخامة جسمه وشكله الكبير والضخم، وعشان كده مع الوقت بقى رئيس للحرس نفسه. ولما انكسر الامبراطور في الحرب، قديسنا راح للملك التاني وشاف ان هو اقوى منه واعظم منه، فراح يشتغل عنده خادم. وفي يوم من الأيام كان في مغني في للملك بيغني، فغنى أغنية فيها اسم الشيطان. ولاحظ قدسنا إن الملك والمغني ده عمال يذكر اسم الشيطان، إنه بيرشم نفسه بعلامة الصليب كذا مرة كل ما تيجي كلمة الشيطان. فاستعجب قدسنا جدا واستغرب، وده لأن كان الملك نفسه مسيحي. فاستغرب كريستوفر وسأله عن سر العلامة دي، فقال له الملك إن الشيطان ملوش سلطان على كل اللي بيرشم علامة الصليب على نفسه، وإنه بيبعد عنه وبيبعد عنه أفكار الشيطان. وبمخ كريستوفر الضعيف راح قال له معنى كده إن الشيطان دي سلطان عليك وممكن يتملكك، فهو أقوى منك. وساب كريستوفر وانطلق للصحراء وبيبحث عن إبليس نفسه وإزاي إنه يقابل إن هو ملك عظيم. فقابل مجموعة من الحراس والجنود شكلهم صعب جدا في الصحراء، وانطلق في وسطهم يبحث عن رئيسهم. فلقى إنسان منظره صعب جدا، فبيسأل عن إبليس، فقال له أنا هو اللي أنت بتدور عليه. ففرح كريستوفر جدا بيه وقال له أنا هكون خادمك الأمين وهخدمك طول العمر وإلى الأبد كمان. وقال له إن إحنا هنهجم على الناس ونقتلهم. فحس بالفرح إن هو ملك عظيم جدا هو وجنوده الأشرار اللي حواليه، إن هم ممكن يتملكوا العالم على طول. وفي ليلة من الليالي عاد كريستوفر لقى الملك اللي هو بيتبعه واقع على الأرض ومتعور. فاستغرب من كده وقال له ولقى في ظهره صليب من النور كبير جدا في الطريق واقع وطالع منه أنوار وهو متكعبل قدامه. وكان القديس كريستوفر بيبص ورا القائد، لقى صليب خشب كبير جدا على الطريق وطالع منه نور، وهو اللي كعبل القائد ده القوي واسقطه على الأرض، وكان تعبان جدا. وكان الشيطان او ابليس اللي وقع على الارض مش قادر يقوم وحتى مش قادر ينظر نحو الصليب. فقال له كريستوفر انت ايه اللي وقعك كده وازاي هو يهزمك كده؟ فبصله وما قدرش يجاوبه ابدا، وقال له اذا ما جاوبتنيش ليه الصليب عمل معاك كده انا مش هكون خادمك للابد. وقال له بما انك مش قادر تقولي السبب ايه، فانا هروح اخدم صاحب الصليب ده اللي هو المسيح، لانه طلع اعظم منك واقوى منك وهكون خادمه الامين. وقعد قدسنا ينظر للصليب ده بانبهار وقوة، وشاف ان هو محى كل سلطان الظلمة والشيطان وجنوده كلها بقوة الصليب ده. ورفع عينيه للسماء وقال ان هو عايز يتبع صاحب الصليب ده وللأبد. وفعلا فضل ماشي في الصحراء لغاية لما لقى كهف صغير فيه راهب شيخ، فحكاله عن المسيح وقوته، وفضل يحدثه عنه عن المسيح وازاي ان هو فدانا على الصليب. وطلب الشيخ الراهب من كريستوفر انه سيده بيقوله ان هو يصوم كتير عشان يقدر يتبعه، ولكنه اجابه ان هو ما يقدرش ينفذ الطلب ده. فقال له الشيخ الراهب في طلب تاني، انك تبكت نفسك بالصلوات كل يوم وربنا هيتمجد معاك. وقال له حتى ده مش هقدر انفذه، الطلب ده مش هقدر انفذه.
وبعدين قال له ان في نهر جنبنا بيبتلع المسافرين وهم مسافرين، عشان الفيضان بتاعه حتى القوارب ما بتستطيعش انها تقاوم طياراته. فبما انك قوي البنيان وطويل القامة، تسكن جنب النهر وتعدي المسافرين للشط التاني، فهل تقدر تقوم بالمهمة دي؟ فقال له ايوه بالطبع استطيع ان انفذ الطلب دوت. وقال له ان ده كله بسبب وطلب من الرب يسوع، وهيكون فرحان بيك جدا. ورجع للراهب وهو مبسوط جدا من الخدمة اللي هو اداهاله دي، انه يعبر المسافرين من النهر للشاطئ للشاطئ. واخد معاه عصاية كبيرة وكان بيسند فيها نفسه وهو في النهر دوت، عشان يسند توازنه في المية. وفعلا كان بيعدي المسافرين. فرجع للراهب وقال له ان الخدمة دي تسعده كتير، وكان بيأديها بكل مهارة وبدون تعب رغم ألمها، لكن هو كان مبسوط بيها جدا. وقال له الراهب انك ترجع تاني مكانك، عشان لو حد من المسافرين عايز يعدي النهر يلاقيك موجود. وفعلا رجع كريستوفر بسرعة للكوخ اللي هو عمله، اللي هو جنب النهر، وكان بيقعد وياكل ويشرب فيه. وفي يوم سمع صوت طفل صغير بيقول له يا كريستوفر تعالى عديني النهر. فخرج للمرة الأولى ملقاهوش، فظن ان دوت حلم. فنادى الصوت عليه تاني، الطفل الصغير نادى عليه تاني وقال له يا كريستوفر تعالى عديني النهر عشان خايف أعدي. وكان اليوم ده عواصف ورياح شديدة، وكان الجو صعب جدا، لكنه عشان ما كانش بيرفض حد من المسافرين كان بيطلع جري ينفذ الطلب مهما كانت الجو مهما كانت العواصف. فالمرة التانية طلع ملقاش حد. وفي المرة التالتة سمع صوت الطفل ده خافت جدا من كتر البرد والعواصف اللي بره، فخرج مسرع جدا ولقاه عند شاطئ النهر. وفعلا رغم كده هو عبر بيه النهر ورغم العواصف، وعرض حياته للخطر عشان يعدي الطفل ده بأمان. والعجيب ان وقت ما هو بيعديه لقى ان وزنه عمال يزيد جدا، ورغم كده ما التفتش للوزن التقيل اللي عمال يزداد عليه، وعداه للضفة التانية بسلام. ولما عداه قال له ان انا عرضت نفسي للخطر عشانك عشان اقدر اعديك، ورغم ان الوزن كان عمال يزيد عليا عديتك بسلام. وما اعتقدش ابدا ان هقدر اعدي حد تاني، لان انا كده حسيت ان حملت العالم كله فوق كتفي، مش هقدر اتحمل حد تاني النهاردة. وبسرعة قفز الطفل من على كتفه واعلن عن شخصيته ان هو المسيح، عشان هو حمله، وهيبقى اسمه كريستوفر عشان هو حمل المسيح نفسه. وقال له انا المسيح اللي انت جاي تخدمه، وانت جاي تخدمني فعلا بانك حملت العالم كله فوق كتفك اليوم. وعشان تصدقني ان عصايتك اللي انت بتغرس بيها في النهر وتعدي المسافرين هتطلع اشجار وزهور جميلة على شاطئ النهر جنب الكوخ. وفعلا العصاية لما حطها جنب الكوخ زي ما الطفل قال له زرعت أثمار وأشجار جميلة جدا، حتى إن آمن بها أهل المنطقة بسبب وعد الطفل الصغير للقديس كريستوفر. وبعدين ابتدى يتنقل للمناطق الأخرى، حتى إن قبض عليه الجنود عشان يقدموه للحاكم بسبب إيمانه بالسيد المسيح. فقال له لولا إن السيد المسيح علمني لا نقابل الإساءة بالإساءة، لكنت أنت وجنودك ما تسووش حاجة أبدا قدامي. وبعد الضرب والتعذيب سابوه يمضي، وبعد شوية قبضوا عليه تاني. فالجنود قالوا له احنا هنقول للملك ان احنا ملقناكش. فقال لهم لا مش هكذب، هاجي معاكم. وهما ماشيين فرغ منهم الأكل منهم وخلص، صلى عليه وبارك القديس كريستوفر وزاد جدا ببركة الصلاة. ولما الجنود لقوا البركة دي حصلت في الأكل، فآمنوا بالسيد المسيح واعتمدوا على إيد البطرك اللي في المدينة، وراحوا فعلا كلهم للبطرك. وطبعا لما شاف جنوده حصل معاهم كده استغرب وأمر بالتعذيب ليه والجنود، وبعدين رماه في السجن. وعمل معاه حيلة شريرة ان يدخل معاه امرأتين شريرتين يصنعوا معاه الخطية عشان يوقعوه ويبعد عن المسيح. لكنه اول ما المرأتين دخلوا معاه السجن لقوا على وشه نور عجيب وبهاء وصفاء، فخافوا منه وحاولوا يأمنوا بإيمانه، لأن شافوا على وشه نور جامد جدا. فلما أمنوا بالسيد المسيح وخرجوا للملك أمر بتعذيبهم واستشهادهم، وهو كمان أمر بتعذيبه واستشهاده.
وأمر بقطع راسه، وكان هو تعبان فخد من دمه وأدهن بيه جسمه فبرأ في الحال. بركة صلوات القديس كريستوفر تكون معاكم ومعانا أمين. وهو استشهد يوم 2 باقونة. وما تنسوش تشتركوا معانا في قناة نور القديسين يفرح. ربنا دايما يفرح قلبكم بكل غالي باللايك والاشتراك الحلو من ايديكم. واذكرونا دايما في صلواتكم، واشكركم كتير، واذكرونا دايما يا رب في صلواتكم. امين.